هو ده بالظبط اللي هنركز عليه النهارده. وعشان نجاوب على السؤال ده بشكل منهجي، الشرح بتاعنا متقسم ل5 أجزاء. هنبدأ بمقدمة سريعة، وبعدين هنتكلم بالتفصيل عن تعديلات الميتفورمين، وبعده الأدوية التانية اللي تعديلاتها أبسط. بعد كده، وده جزء مهم جدا، هنتكلم عن مجموعة السلفونيليورياز، وفي الآخر هنلخص المبادئ الأساسية دي كلها. طيب خلينا نبدأ بالجزء الأول. التحدي الإكلينيكي الأساسي في رمضان هو إننا نعمل توازن دقيق. التوازن ده بين حاجتين: إننا نمنع نوبات هبوط السكر أو الهايبوغلايسيميا، وده الخطر الأكبر وقت الصيام، وفي نفس الوقت نتحكم في ارتفاع السكر أو الهايبرجلايسيميا اللي ممكن يحصل بعد الفطار. الهدف هنا هو إننا نحط قواعد واضحة ومبنية على الأدلة لتعديل الأدوية الفموية للمرضى اللي بعد التقييم الطبي لقينا إنهم يقدروا يصوموا بأمان. مهم نأكد إن تركيزنا هنا على الأدوية الفموية بس، أما تعديل جرعات الإنسولين فده هيكون في شرح منفصل. تمام. ندخل على الجزء الثاني، تعديل جرعات الميتفورمين.